مساء الخير. مبدئيًا كده أنا مش ناقد فني ولا ممثل، أنا مجرد إنسان عادي معاه 2 شاورما فراخ إكسترا تومية، اتفرج على فيلم وجاي يقول رأيه فيه، بدون أي فلسفة فارغة أو نقد لاذع أو هري كتير. وطبعًا كل التقدير والاحترام لكل صناع وكرو العمل اللي شاركوا في الفيلم وبذلوا مجهود عشان يطلعوا بتجربة سينمائية أيًا كانت إيه نتيجتها. مساء الخير، معاكم يحيى عبد العزيز، ويلكم بكم في نيو حلقة من مراجعات سيمي سينما. حلقة النهاردة كما هو موضح في عنوان الحلقة، الفيلم الذي قتل بحثا ونقدا واتهرى تقييمات سلبية، انت مان اند ذا واسب كوانتيمينيا، واللي بيقدم لنا الكوانتم ريلم أو عالم الكم زي ما شفنا في التريلر، بالإضافة إلى شخصية كانج المنفية، واللي كنا شفنا نسخة منه في مسلسل لوكي، ولكنها مختلفة تماما عن نسختنا اللي هنتكلم عنها المرة دي. الحلقة دي هتبقى متقسمة أجزاء. الجزء الأول هنناقش الفيلم ونقيمه بدون أي حرق، ثم في الجزء التاني هنحكي قصة كانج عشان اللي معرفش أصل كانج في الكوميكس، والجزء التالت جزء مخصوص للحرق، ثم في الجزء الرابع البوست كريدت سينز، هما سينز اتنين مش واحد، والجزء الخامس والأخير مناقشة مستقبل مارفل وإيه اللي متوقعين نشوفه الفترة الجاية. فيلا نبدأ ناو. تبدأ المرحلة الخامسة في الMCU ويبدأ معاها ظهور سكوت لانج، وهو في مرحلة جديدة من الشهرة بعد ما حياته اتغيرت، وألف كتاب بيحكي فيه عن بطولاته وأحداث إند جيم بعد ما بقى من الأبطال اللي أنقذوا الأرض بعد ما كان مجرم عليه أحكام ومغمور، زي ما شفنا في إند جيم لما الأطفال راحوا يتصوروا مع هالك وما تصوروش معاه عشان ما يعرفوهوش. وفي البداية بنفهم إنه بقى مغرور وموسوس ودائم التفكير في مستقبله كأفنجر ومستقبله مع هوب وبنته. ثم ننتقل لتقديم شخصية كاسي بتمثيل كاثرين نيوتن، واللي كانت اختيار موفق جدا في تقديم الدور، ولكن تمهيدها في حياة التمرد والمزايدة على حياة أبوها سكوت ما كانش بالشكل المفهوم، بالأخص وإنه ما كانش فيه التفسير الكافي اللي يوضح لنا كل الكلام ده حصل إمتى وإزاي، وإحنا أصلا ما شفناهاش من بعد ظهورها في إند جيم. أسوأ تجربة هي تجربة ظهور جانيت والتمحور حولها عشان تكون هي مركز الأحداث بغموضها وكتمانها لأسرار حياتها في عالم الكم، وتركيزها على تعقيد الأحداث. وانت كمشاهد توقع مع نفسك بقى. طريقة سردها لوصف الشخصيات اللي كانت عايشة معاهم قبل كده مش متنفذة صح. فكرة نط الحواجز اللي مالية الفيلم، الكليشيهات اللي هتبقى متوقعة قبل كل مشهد، مش لذيذ الحقيقة. وهنا هنثير نقطة من النقاط اللي اتضايق في الفيلم واللي ضايقت بعض النقاد، وكانت السبب في التقييمات السلبية دي، وهي إن الفيلم رتمه بيجري وبينط أحداث كتير، بل الأحداث بتتصاعد بسرعة في أغلب المشاهد، واللي لو تهت منها لحظة أثناء المشاهدة مش هتبقى عارف منين بيودي على فين ومين حصل معاه إيه. وده بسبب طبعا المشاهد الكتير اللي اتحذفت والتغييرات الكبيرة في السيناريو بعد التسريبات اللي حصلت للفيلم واللي هنتكلم عنها قدام. وللأسف كل ده أدى إلى إن الفيلم مدته بقت ساعتين بس، على عكس ما احنا متعودين من مارفل. تقديم شخصية كانج بتمثيل جوناثان ميجرز هو العنصر الأبرز في الفيلم، ومش هبالغ لو قلت إنه أعظم حاجة في التجربة دي كلها. تمثيله وتعبيراته وأسلوبه متقن جدا. خط السيناريو وتفاعله في المشاهد المشتركة مع الآخرين هو الخط الوحيد اللي مفهوش تخيش في الفيلم كله، حاضر بقوة تجسيد الشخصية بلا مشاعر أو ذرة إنسانية، وتوصيله الإحساس ده بالظبط للمشاهد. التكنولوجيا اللي بيستخدمها واختلافها التام عن أي تكنولوجيا شفناها قبل كده في عالم مارفل، من حيث القوة والفاعلية وطريقة تدميره لأي شيء ممكن يقابله، واللي غالبا هنشوف بعد كده إن في تشابه بينها وبين التكنولوجيا اللي كانت في تشانج تشي، أو التكنولوجيا اللي مع كمالا خان في مسلسل ميس مارفل. ظهور بعض الشخصيات الجانبية اللي ما كانش ليها أي دور يذكر أو حتى تأثير ولو بسيط، ومفيش مبرر غير إنهم يكونوا بيحشروا أي حاجة في السيناريو وخلاص، شيء محبط جدا. بالذات وإنه كان ممكن نحط شخصيات تانية موجودة عندنا بالفعل وليها رسمة وقاعدة ثابتة من الأجزاء اللي فاتت، واللي مثلت جزء كبير من نجاح التجربة، زي أصحاب سكوت مثلا، لويس وكيرت وديف. كان ممكن يبقى ليهم خط سيناريو ويستغل بطريقة أحسن من أي شخصية جديدة ما كانش ليها لازمة. على الأقل كان هيبقى في مجال لإضافة بعض النكت الكويسة اللي الحقيقة مش موجود منها في الجزء ده. الفيلم عموما كفيلم وتجربة سينمائية حلو، بس كفيلم المارفل في بداية المرحلة الخامسة، واللي هي المفروض المرحلة اللي هيصلحوا بيها العك اللي حصل في المرحلة اللي فاتت، فهو تجربة مخيبة للآمال. نقاط القوة الوحيدة في الفيلم هي تقديم عالم الكم بشكل جيد، والبعد عن تقديم المشاهد المثلية اللي كانوا قرفنا بيها في الأفلام اللي فاتت، وتقديمهم لفيلم مش ممل وممتاز على مستوى CGI. تقييمي للفيلم 7/10، وشوية تفاؤل يمكن اللي جاي يكون أحسن من كده. كانج وأعتقد هو الشخصية الأكثر شرا على الإطلاق في عالم مارفل، وقصته هي أكتر قصة متلخفنة
وده عشان في منه نسخ كتير جدا في كل كون من أكوان مارفل. واللي هنركز عليه دلوقتي هو الشخصية الأكثر ظهورا في عالم مارفل، وهي كانج ذا كونكرر. في نص القرن التلاتين على الأرض 6311، وده الكوكب اللي احنا عايشين عليه، بيتولد ناثانيال. وهو شخص عادي جدا ولكنه ذكي، بيقدر يستخدم العلم في السفر عبر الزمن، وبيقدر يرجع لحضارة مصر الفرعونية القديمة في كون مختلف، وعلى كوكب الأرض اللي بيحمل رقم 616. وبقوته بيقدر يحكمهم ويبقى الفرعون الملقب براماتوت. بعد كده بيقابل الفانتاستيك فور وبيهزموه، فبيضطر يسافر بآلة زمن على شكل أبو الهول للحاضر في نفس الكون رقم 616، وبيقابل دكتور دوم وبيطمح انه يبقى زيه، فبيتحول لشخصية اسمها سكارلت سنتوريون. ولكن بتحصل حادثة بتخليه مضطر يرجع للأرض بتاعته رقم 6311. ولكن بيحصل حدث بينقله عن دون قصد أثناء رجوعه لمستقبل القرن الأربعين في الأرض رقم 6311 بدل الحاضر اللي كان رايح له. وهناك أصبح كانج ذا كونكرر أقوى شرير على الأرض. بعدها بيقرر يرجع في الزمن لشخصيته وهو صغير عشان يخليه يتحول لكانج بشكل سريع، ولكن ده كان سبب في سفر ناثانيال لمستقبل الأرض بتاعنا اللي هو 616، وبيبقى افنجر وبيسمي نفسه ايرون لاد. ولكنه بيرجع للزمن الأصلي بتاعه في الكون 6311، وبيبقى شرير بيسمي نفسه أمورتس، اللي بيبقى بعد كده كانج ذا كونكرر. ولكنه بيوصل لمرحلة من الزهق بتخليه يسعى للخلود، فبيطلع من الزمن ويبقى حارس الزمن إمورتس. الفيلم بيبدأ بتقديم سكوت لانج مع بعض الإفيهات المترامية يمين وشمال في محاولة لشرح حياته بقت عاملة ازاي. ولكن فجأة بندرك إن علاقته ببنته مش أحسن حاجة، وبننط فجأة نطة غريبة في الأحداث عشان نكتشف إن بنته بقالها سنين بتدرس عالم الكم وبتعمل اختراعات بمساعدة فان دايم بنفسه، واللي حضوره في الفيلم ما كانش بنفس الكم أو الكاريزما اللي كانت موجودة في الأجزاء اللي فاتت. وفجأة أثناء تشغيل واحد من الاختراعات دي بيفشل المشروع في مشهد كليشيه جدا بعد محاولة جانيت إنها تحذرهم من التواصل مع عالم الكم. وهوبا بنغوص فجأة في مشهد شفتهم جوه الجهاز ودخولهم عالم الكم بعد محاولة لسكوت عشان يكبر نفسه وينقذ بنته. بينزلوا كلهم في عالم الكم ولكن متفرقين، فبنلاقي إن سكوت وكاسي في مكان لوحدهم، وهوب وفان داين في مكان تاني، وجانت في مكان تالت لوحدها. ولكن سرعان ما بتجري على هوب وفان داين عشان تلحقهم قبل ما جيش كانج يشوفهم. وفي الوقت ده سكان عالم الكم المشردين بيقبضوا على سكوت وبنته عشان يشربوهم الأوز، وده مشروب بيخليهم يفهموا اللي حواليهم لأنهم طبعا بيتكلموا لغة الكوانتم ريلم. وبعدها في مشهد عبثي جدا جانيت بتأمن لهم توصيلة بطريقة ما عشان يعرفوا يروحوا لحد هي عارفاه يساعدهم يدوروا على سكوت وكاسي. وللمرة التانية على التوالي مشهد ملوش أي 30 لازمة لظهور شخصية كرايلر وجانيت. وبعد مشهد قتالي مش عنيف ولا حاجة بيقدروا يسرقوا طيارة هيروحوا يدوروا بيها على سكوت وبنته. في الوقت ده بيكون سكوت اتعرف على الجماعة المشردين، ولكن ساعتها بيهجم عليهم مودوك وهو المفروض شخصية شريرة، لكن هو طالع هنا بشخصية دارين اللي كان فيلم في الجزء الأول، ولكنه الحقيقة مضحك أكتر من إنه شرير. يعني كان ممكن يسيبوه دارين زي ما هو ويقدموا مودوك بشكل تاني، لأنه على حد علمي هو ما ظهرش بالطريقة دي في الكوميكس، ولكن تظهر العبثية مرة أخرى ولكن في شخصية كاملة، وهي شخصية مودوك. بيقبض عليهم مودوك وبيحبسهم في سجن كانج، واللي بنعرف بعد كده إن هو اللي أنقذ دارين وحوله لمودوك. بعد المناوشات والخلافات والذي منه بيمتثل سكوت لأوامر كانج في إنقاذ سفينته، بعد ما عرفنا إن شخصيات كانج التانية كلها نفت الشخصية دي في عالم الكوانتم. وساعتها قابل جانيت وهي بوظت له السفينة بتاعته عشان عرفت قد ايه هو شرير وبيدمر أكوان كاملة بدون رحمة. بينط المشهد سريعا لظهور فجأة كده اوت اوف نو وير هوب وفان داين وجانيت، وبتنزل هوب عشان تنقذ سكوت وبينجحوا انهم يسترجعوا نواة السفينة. ولكن كانج بيخل باتفاقه مع سكوت وبياخد منه النواة بس ما بيدلوش كاسي اللي كان محتجزها، وبيقول له انها هتعيش احسن بعيد عنك، وبيخطف جانيت وبيمشي. ساعتها بتتحرر كاسي من السجن وتهرب، وبتساعد قائدة المشردين جنتورا على الهروب من السجن عشان تساعدها في الوصول لأبوها سكوت. في الوقت ده كان كانج بيحضر لجيشه اللي صنعه
عشان يخرجوا من عالم الكم ويستكمل رحلته في غزو الأكوان الأخرى. بطريقة ما بيقدر يحرر سكوت كاسي وجانيت ويفتحوا بوابة عشان يرجعوا للعالم الحقيقي بعد مشهد عبثي جدا برضه بيموت فيه مودوك بطريقة مضحكة جدا بعد تحول غريب في أبعاد شخصيته من غير أي مقدمات. بعد فتح البوابة بيقدر فان داين وهوب وجانيت وكاسي يهربوا، ولكن سكوت بيفضل عشان يحارب كانج، وبيبقى كانج على وشك هزيمته، ولكن بترجع هوب بسرعة عشان تزق كانج بعيد ويخبط في نواة السفينة بتاعته فيتحشر جواها وما يخرجش، وبكده بيقدروا يرجعوا تاني للعالم بتاعهم. بينتهي الفيلم بمشهد مماثل لمشهد البداية، ولكن بيزيد عليه بعض تساؤلات سكوت لنفسه، وهو مش فاهم هل كده كانج مات؟ طب هل هو هيبقى السبب في نهاية الكون ده وموت الناس دي كلها بعد ما كانج حذره انه هيحتاجه بعد كده عشان العالم هيضيع من غيره؟ الحقيقة في نظري ان كانج ما ماتش وهو لسه عايش، بس محشور في نواة السفينة بتاعته اللي مخلياه متمدد في الزمن كله، وممكن يظهر بعد كده بطريقة او باخرى، بالاخص وان النسخة دي ما ماتتش في الكوميكس، وده على عكس ما ظهر في الميد كريدت سين. الميد كريدت سين ظهر فيه شخصية إمورتس بتستدعي نسخة راماتوت وسكارلت سنتوريان، ولكن ساعتها سكارلت سنتوريان بيأكد لهم إن كانج المنفي مات، وهو استدعى باقي النسخ عشان يغزو العالم وهم لازم يستعدوا، وباقي النسخ دي بيسموها كونسل اوف كانجز. ده طبعا بعد ما ماتت نسخة هي هو ريمينز اللي كانت موجودة في مسلسل لوكي. وده باختصار هيبقى افتتاحية فيلم افنجرز كانج داينستي، ومن المتوقع نشوف نسخة راماتوت في الجزء الثاني من مون نايت، وده غالبا هيبقى التمهيد للفيلم. البوست كريدت سين التاني بيظهر فيه فيكتور تايملي، وهي أحد نسخ كانج، ولكن النسخة دي هي نسخة سافرت لفترة 1900 عشان يستغل علمه ويعمل اختراعات ويبهر بيها الناس ويبقى هو متقدم عنهم. ومن المرجح ان النسخة دي هتقتل ستارك ابو توني ستارك، لانه كان في الوقت ده عالم وبيعمل اختراعات برضه، ولكن زي ما قلنا فيكتور تايملي بيحب يبقى هو احسن واحد موجود. وبيظهر فجأة في المشهد لوكي وموبيوس بيسأل لوكي هو ده؟ فقال له اه صاحبي هو ده. وفي نهاية المشهد غالبا كانج بيتعرف عليهم. السين ده الحقيقة فيه نقطتين، النقطة الأولى المؤكدة وهي إن المشهد ده تمهيد لمسلسل لوكي 2 واللي منتظر عرضه في الصيف، والنقطة التانية واللي مش مؤكدة وهي إن ممكن لوكي يبقى عايش بعد كده بما إن كانج ظهر بعد أحداث إند جيم، وده اللي للأسف الفيلم موضحوش ومعرفناش هم قعدوا قد إيه في عالم الكم، ولما خرجوا كان عدى عليهم فترة قد إيه. وطبعا بعد المشكلة اللي حصلت بين مارفل وديزني وتغيير المدير اللي جه وغير الخطة عشان مشاكل السي جي اي والفيجوالز وتكلفتها والعك اللي حصل في المرحلة الرابعة في شي هالك ودكتور سترينج، واللي اصلا فيلم انت مان كان اتصور قبلها بس كان المهم ساعتها تقديم الكوانتم ريلم بالنسبة لهم، وعلى حسب التسريبات اللي شفناها قبل كده اصلا كانت نهاية الفيلم هتكون مختلفة، وكانج كان هيهرب فعلا من العالم ده، وسكوت وهوب كانوا هيتحبسوا، وكاسي كانت هتبعت للافنجرز ساعتها وينقذوهم، وده اللي كان هيخلي كانج داينستي بدايته قريبة من نهاية فيلم انت مان. ولكن بعد كل اللخبطة دي تم تأجيل فيلم كانج داينستي ل 2025 أو 2026 مش متأكدين يعني، والسيكريت وورز هيبقى 2027 وغالبا هيبقى جزئين مش جزء واحد. في النهاية ما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات وايه درجة تحمسك للمرحلة الخامسة في الام سي يو، وما تنساش تسبسكرايب وتشارك الحلقة مع اصحابك.